الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، خلق الله الأشياء كلها لخدمة بني آدم، ولكنه قنن هذه الأشياء ما بين الحلال والحرام، وقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لأن الله يعلم أنه لا يصلح العبد إلا كل شيء أحله له، ولا يفسده إلا كل شيء حرمه عليه. لذلك الطعام والشراب كما يظن البعض هو فقط الذي يقتصر على الحلال والحرام. بعض الناس يظن أن الكسب الحرام يتوقف عند السرقة أو الغصب، يعني الأشياء المشهورة، إنما الأمر أعظم من ذلك. من علامات الساعة الصغرى يأتي زمن على أمتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم يصيبهم الربا أصابهم غبار. وفي رواية الترمذي: إن لم يطعموا بالحرام أصابهم غبار. وحد الله. الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فاتقوا الشبهات. لما تنظر إلى الكسب الحرام تجد في أشياء كثيرة، منها العمل الذي تكتسب منه دون أن تؤديه حق الأداء. إذا كنت موظف في عمل ما أو عامل عند فلان من الناس أو كذا أو كذا، وتقتضي أجر معين ارتضاه كل منكما، ثم تضيع الوقت يضيع، ساعة هنا ونصف هنا وكذا هنا، إلى أن ينتهي ساعات العمل، وبعدين نأخذ الراتب أو الآجر ثم نشكو، يعني ليس فيه بركة، لأن في شبه حرام.
أنت لم تؤدي العمل حق الأداء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنت تعاقدت على عمل وأجر عدد ساعات معينة، ضيعت نصف هذه المدة في هرج ومرج، والهدف اليوم يعدي وتؤجر. ولو تأخر عليك نصف ساعة تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأنت عليك عشان عايز أجر. طب أنت بتنفذ الشرط عشان تطالب بجواب الشرط، ما توحد الله. أو من يضع ماله في مكان له كسب مال. سمعت كده موضوع أزعجني، مسابقات مقامة ومبالغ بتدفع ونأخذ بزيادة، الحجة على الراوي. لكن اسمح لي أقول لك، بين الحلال والحرام شعرة، بين الحلال والحرام شعرة. لذلك أي مال يوضع في أي مكان له كسب، وهذا الكسب عين بين الطرفين، أي بين من وضع المال وبين من أخذ المال، هذا الكسب عين بنسبة، سواء نسبة مئوية أو نسبة نقدية أو أيا كانت، المهم هي نسبة ثابتة، هو ربا، باب ربا قطعا لا شك فيه. أما أي مال يدخل في عمل يزيد وينقص، وربحك يزيد وينقص حسب ما يكون في هذا العمل من مكسب وخسارة، وأنت تشارك في المكسب والخسارة، دي اسمها مشاركة أو مضاربة. وحد الله. إذا المبلغ أيا كان قيمته وفي أي مجال، ما دام مجال حلال، حتى مش حرام، لا ده حلال. إذا كان حرام يبقى المال كله حرام، سواء المكسب أو رأس المال. أما إن كان في باب حلال، أقول لك إذا ثبت على مكسب ثابت 5%، 10%، 20%، 50%، لا يزيد ولا ينقص، هو المكسب ثابت، ده الربا، بيزيد وينقص، وانت مكسبك معاه بيزيد وينقص حسب ما حدث في باب المعاملات. بهذا لا يكون ربا، يا اما مشاركه يا اما مضاربه. وبالطبع انا قلت ازعجني امر ما، اكيد انتوا ادرى مني، لكن ان كان يطبق او ينطبق عليه ما اقول، فكل واحد يحلل ماله ورزقه بما سمع وبما هو به اعلم. اما المسابقات اللي هي تحفيزيه، سواء مسابقة رياضية، مسابقة علمية، مسابقة قرآنية، تم فيها جمع مال، وبعد ذلك يتم تقسيمها للفائزين، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه على الإطلاق. هي مسابقات كلها تحفيزية لا شيء فيها. طيب نعود إلى أيضا الكسب الحلال والكسب الحرام. الذي يشتكي من عقوق أبنائه، أقول لك انظر في كسبك. إيه علاقة الكسب بعقوق الأبناء؟ ده علاقة وثيقة جدا.
ده حتى سبحان الله الإمام ابن القيم قال جملة يعني لعلكم أو لعلنا كثيرا منها نحتاج إلى فهمها إلى يوم القيامة. واحد يقول له إيه؟ لي أبناء لا أستطيع أن أوقظهم لصلاة الفجر فهي عليهم ثقيلة. النهارده احنا مش هنقول الأبناء، نقول إحنا صلاة الفجر هي ثقيلة. فقال أظن أن وسادته أصابها شيئا من حرام. تخيل الرد بعد رحمة الله. أنت متخيل معايا الرد؟ الوسادة المخدة اللي بيحط دماغه عليها دي معناها أظن أنه قد أصابها شيء من حرام. خلاص تنجلت دماغه مش هيقول. ما بالك من أطعم حراما وألبس حراما ونستحل، يعني بنستحل المال ونظن أنه من حقنا. ولذلك الرجل الذي اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى له ولده، قال له الابن يعني عام. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سألوا عن الاسم والتربية والزوجة التي اختارها تكون أم أبنائه لم يجد أي شائبة، فقال إلا شيئا واحدا. قال ماذا صنعت في ليلة عرسك؟ فقال على ما تسأل يا رسول الله؟ قال ما الذي اشتريته لأمور عرسك؟ اشرح لي كده، انت لفيت على التجار تشتري المطعم والمشرب اللي يكفيك اسبوع. فقال لا أتذكر إلا أنني وأنا أشتري تمرا أكلت نصف تمرة غير الميزان، نصف تمرة غير الميزان. سيدنا النبي يقول والله لقد دوتت منيك، نص ملحة غيرته، اللي هو يعني المثل اللي عم بتاعنا هو ايه؟ ابن حرام. ما هو ابن الحرام اللي هو ايه؟ من اكل حرام او اصاب بشيء من المال الحرام. انما التاني ده عافانا الله واياكم ده ابن سفاح او ابن زنا، ده موضوع تاني. قالوا كده وسط مليون. طيب حضرتك كنت رايح تشتري اي شيء، يعني بعضنا يأكل ما يكفيه عشان الباقي يكون لأهل البيوت، خارج الميزان. أتوقع لا، ولا أنا بقول كلام يعني خارج الواقع. لا والله هو واقع الحياة، واقع الحياة هكذا. قلت طيب ممكن أشوف دي وأشوف دي وأشوف دي، ملئت البطن، منتظر إيه؟ كذلك يأتي إليك ولدك وفي يده شيء ما، أتسأله من أين هذا؟ جئت من حرام أو من حلال؟ كان في وقت ما أظنكم تذكرونه أكثر مني، رأيته في صغري أيام ما كان أعزكم الله الحمير دواب للناس، فكان يضع على فمها كمامة حتى لا تأكل من أرض الجار إذا صارت بين حد وحد. أظن ذلك يعني مثل كلكم عشتوه وتذكرونه جيدا. يقول لك لا دي ما ياكلش من، لأن أنا لا أتحاسب، دي مسؤولة مني، ما تاكلش منين؟ من أرض الغير. إنما الآن يعني دعوها، يعني وكأنها نقل صالح عليه السلام، أمر خطير جدا. وبعدين تشتكي من قلة البركة، وتشتكي من زيادة الأمراض، وتشتكي من كذا وكذا وكذا.
كل ذلك لأننا لم نتحرى الحلال. الحلال هو الذي يصلحك جسدا وروحا. هذا الحلال هو الذي يصلحك ويزداد بركته. أما الحرام مهما كثر، كما قيل جمعت الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. وبعدين كلنا بنمسك في الضرورات، كل واحد فينا شايف له ضروره. كل عذر لواحد فينا يظن انها ضروره، لكن انت مش عارف اللي انا فيه. الضروره اللي اتفق عليها العلماء، الراي اللي اتفق عليه العلماء في قضيه الضرورات عموما، وانا اتفق مع هذا الراي ومش هذكر لك غيره عشان ما تلعبش بالاعذار والحجج. هو راي واحد. ايه هو؟ بل من واحد الله. قالوا المأكل هموت من الجوع، والمشرب والدواء، هؤلاء السلاسل التي يقام بها الدنيا، طعام والشراب والعلاج، الثلاث حاجات دول نقص أو منع موت. هو ده معنى الضرورات. إنما يعني ده عشان مشروع كذا، ده بس ما تحاولش تقول لي حرام يا عم الشيخ. يعني سبحان الله في كده أحكام بيجيب الفتوى قبل ما يقولها. يقول لك أنا سألت فلان وفلان وفلان وأنا فاضل أنت، بس أنت ما بتقولش حرام. أنا اليوم لا يقام ولا إيه؟ من توحد الله. يعني واحد يقول في عمل ما، يقول لي انا بخلي زمايلي يوقعوا لي في الدفتر بس انا ما بروحش، اصل الشغل مش محتاج. خلي بالك والله الواقعه دي جربت اكثر من مره. يعني الشغل مش محتاج، المقام بيا من غيري شغال. الشغل مش محتاجك، امال مشغلينك ليه؟ لما الشغل مش محتاجك مشغلينك ليه؟ عشان صاحبك يوقع لك في الدفتر حضور والانصراف، وواحد تاني يعمل حاجه اسمها خط سير. انا مش عارف ايه تفصيلها بس بسمع عنها. يعني خط سير، خط سير ده لمده اسبوع. الاسبوع ده هيدور بيه في مكان كذا وكذا وكذا وكذا، وخلال الاسبوع ده كله نايم في بيته او بيتولى امر زرعته. واحد لا اله الا الله عنده حته زرعه كده بايه؟ معلش يعني اللغه ضاعت خالص النهارده، بس هي الضرورات وبيع المحظورات. يعني يتبنى امر الزرع وسايب الشغل اللي هو يقدر عليه. يوم 25 يروح ياخد المرتب بتاعه، واخر السنه ياخد الزرع. قبل ما يجي عليه شهرين ثلاثه يكون الحب اللي دونه في البيت سوس. طب سوس من ايه؟ ما هي الوسيله بالبدايه غلط. هو الزرع ده يعني في حلال وحرام. الوقت الذي اقتطعته من عملك الذي تعمل به في مكان تؤجر عليه تركته، أخذت الأجر، أنفقت على هذا الزرع فأصبح النفقة عليه حرام. ما بني على الباطل فهو باطل. أمور كثيرة بنحراها، يعني ناخد بالنا منها. خايف على نفسك من النار؟ اسأل. تبدأ أي خطوة؟ اسأل. أتدري ما أعظم شيء من الكسب الحرام؟ أكل مال الزكاة. أكل مال الزكاة إيه علاقة ما هو أنت مفروض عليك قيمة الزكاة. إذا كانت زروع وثمار، أو زكاة عروض تجارة، أو زكاة غنم وإبل وبقر، أو زكاة كاس، أو أي نوع من أنواع الزكاة. يعني عموما أنواع الزكاة. عندك مال عليك 2.5%، ما طلعتش 2.5%، أصبح 2.5% دول بالنسبة لك مال فقير
أو من حق فقير كان لابد أن يأخذه، فأكلته أنت بالباطل وضيعت مال الفقير. حتى أن أحد العلماء قال: والله لو أن أغنياء العالم أخرجوا أموال زكاتهم ما رأيت فقيرا في عالم الأمة. ودي كلمة حقيقية، لأن الله عز جعل حق الفقير عند الغني. فلما تاكل مال الزكاة ده إيه؟ ده كسب حرام أو مال حرام. وقس على ذلك كل أموالك ومكسبك ودخلك يجب أن تتحرى. حرى في الحلال بالحرام، لأن ذلك به جنة أو نار. يعني من أعظم ما يصاب به العبد عند لقاء ربه أنه يترك ماله كله ويسأل عنه كله. اللي انت تحاول تحوش لهم دول، يعني لا شك ان الانسان يبحث في الدنيا ويجمع المال، الدين لا ينهى عن ذلك، لكن بالسبل التي حددها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بهذه السبل. لما يكون كذلك تسأل عنه من حلال. تركت لأبناء أطعمتهم حلالا، أول شيء فكروا فيه لك نعمل صدقة جارية للأب أو للأم أو للمتوفى اللي هو الإيه؟ اللي هو المورث. فكروا بكده لأن أنت عملت الصح. إنما غير كده نسأل الله السلامة. أرأيت أن أمور كثيرة مختلطة علينا وعليك، زي ما قلت كده بين الحلال والحرام شعر، وبعدين يطلع نسأل الله السلامة يعني بعض ربنا يهدينا وإياهم الذين يتكلمون في الدين بغير علم أو على علم فيجددونه لأهوائهم. أحكام ومناقشات وجدالات في تحليل الحرام بأي شكل، وحتى لا أطيل أكثر من ذلك، عايز أوجه رسالة لكل عامل مسجد. محدش يزعل مني، أنا خايف عليك. أوجه رسالة لكل عامل مسجد أن تتعاقد على مبلغ كثير قليل ارتضيت به. ليه ما بتروحش؟ هجاوبك ليه؟ عشان أنا يوم اتعينت ما كنتش مستني المرتب، أنا كنت مستني المعاش. ما عاش. لذلك راتبك الذي تؤجر عليه وأنت لا تؤدي ما أمرت به في مسجدك، والمسؤول عنك يعلم ذلك. مديرك في العمل عارف كده كويس، وأحيانا بيديرك في الدفتر وبيطلب منك الدفتر يروح لغاية هناك. أنت ومن عاونك على هذا الكسب كلاكما تبحثان في رزق الحرام. اتقوا الله في أرزاقكم وادعوه عسى أن يستجيب لكم.